عايز اتكلم على الجملة اللي بتقول ان المهندسين مش بشر طبيعيين. اول حاجة، الجملة دي مش معناها تكبر او تفاخر لا سمح الله. لا، تعال احكي لك ليه المهندسين مش بشر طبيعيين. اول حاجة، تعال نشوف المهندس ده بيتعامل مع مين. المهندس بيتعامل مع كل اطياف المجتمع، مع كل ما هو كائن حي. عامل، نجار، حداد، سباك، كهربائي، بنا، مبيض، مبلط، بتاع صبة. كل دول بيتعامل معاهم ودول لهم طريقة تعامل. فالمهندس قاعد في وسط قنابل موقوتة. يعني انا مش عايز اقول خوازيق عشان هو قاعد في وسط قنابل موقوتة. فئة الصناعية دول لوحدهم قنابل موقوتة. هو لازم يبقى عينه في وسط راسه، لان اي حد اي مشكله بتحصل ما بيدوروش بقى على الصنايعي اللي عملها. لا لا لا، ما بيدوروش على النجار ده عمل ايه، الحداد ده عمل ايه، الكهربائي ده عمل ايه. لا، مفيش الكلام ده. فين المهندس؟ سؤال دايما وجودي. فين المهندس؟ مصيبه، فين المهندس؟ خازوق، فين المهندس؟ كارثه، فين المهندس؟ المهندس مطالب دايما ان هو يحمي نفسه من المصايب. المصايب دي حواليه في كل حته. كل بني ادم بيتحرك حواليه هو قنبله موقوته، ممكن يعمل له مصيبه. فهو مطالب ان هو يركز مع البني ادم ده. لا، ويركز ازاي بقى؟ مش اي تركيز وخلاص، لا. ده انا اشوف الصنايعي ده اللي راح يشتغل ده مزاجه عامل ازاي. اصل مزاجه لو مش كويس هيعمل لي مصيبه. مزاجه كويس، مزاجه كويس دي اظبطها بكذا حاجه. اظبطها بفلوس، بتهديد، بتخويف. فانت مطالب منك طول الوقت في المكان بتحمي نفسك، بتحمي نفسك من مصايب بتحصل. انت لو حميت نفسك هتحمي الناس كلها. فالمهندس دايما بيفكر ان في مصايب دايما حواليه، هو مطلوب منه ان هو يحمي نفسه منها. بيتعامل مع زمايله في الشركة، الادارات التانية، الادارة المالية، السيلز، الماركتينج، الادارة القانونية. كل دول ليهم تعامل. زمايله المهندسين اللي بينطحوه بقى في الافكار وفي الدماغ وفي التفكير، دول ليهم تعامل. المدير بتاعه ليه تعامل، صاحب الشركة ليه تعامل، العملاء لو هو بيتعامل مع عملاء بطريقة مباشرة دول عليهم تعامل. تعامله مع أهله بقى لو لسه أهله ما تبروش منه. طبعا أهل المهندس دول بيعتبروه بطل خارق، اللي هو الحنفية بايظة جوه يا ماما، نجيب سباك. سباك ليه يا حبيبتي؟ طب ما أخوك المهندس موجود. الكهرباء عاملة قفلة في الصالة يا بابا، نجيب كهربائي. كهربائي ليه يا حبيبي؟ ما أخوك المهندس موجود. فهو المهندس يعني في مهندس في البيت يبقى مفيش اي صنايعي يخش البيت. علاقته باصحابه علاقته باصحابه دي قصه لوحدها. علاقته باصحابه دي، المهندس هو صاحب مقوله ظبط وكلمني. ظبط وكلمني اللي هو في المشمش يعني. فتلاقي المهندس صاحبه ده تلاقيه عزيز عليه قوي، اللي هو ماسك فيه ومستحمل كل البلاوي بتاعته دي، ومستحمل الحجج بتاعته دي. فتلاقي ده صاحبه قوي يعني اللي ماسك فيه ده. نيجي بقى لعلاقته بالجنس اللطيف. خطيبته بقى، مراته، صاحبته، حبيبته، يبقى قاعد معاها في مكان عام، في مطعم ولا حاجة. فهو بيبص على حاجة كده، هي يعني فاكراه مثلا بيعاكس حد، ولا بيبص على حد، ولا بيبصبص لحد. وهو أصلا بيبص على علاقة العمود اللي هناك ده بالأرضية، بالسقف، بالحيطان، بالرخام ده نوعه إيه، بالمقاول ده إزاي خد فلوسه وشغله زي الزفت، بهاتولي المقاول ده. وهي أصلا في الآخر دي قاعدة رومانسية. الناس في الشتاء طبعا تحب بقى لما الدنيا تمطر كده وتشتي، يسمعوا فيروز، حبيتك بالسيف حبيتك بالشتي. الشتي دي بقى عند المهندس دي حاجة تانية خالص. أول حاجة بيفكر فيها المهندس أول ما الدنيا تبدأ تمطر، يقوم مكلم عم حسين الغفير. يا عم حسين، أخبار الأسمنت إيه؟ أيوه، هو بيفكر في الأسمنت، مش بيفكر في أي حاجة. لا يفكر فيك ولا يفكر في غيرك، هو بيفكر في الأسمنت. عشان بس ما تزعليش، الأسمنت ده رقم واحد عند المهندس في الشتاء. الناس كلها بتفكر في حاجات، هو بيفكر في الاسمنت. عم حسين، الاسمنت اخباره ايه؟ غطيته؟ طمنت على الاسمنت يا عم حسين؟ دي اهم حاجه عنده في الشتاء. المهندس عايش بين اضلاع المثلث اللعين بتاع الكواليتي والكوست والتايم، الجوده والتكلفه والوقت. المهندس حياته كلها بتدور جوه المثلث ده. ازاي يعمل الحاجه بجوده عاليه في وقت قليل وبتكلفه قليله. انت متخيل بقى بعد كل اللي انا حكيته لك ده، هل ينفع او من المنطق ان المهندس ده يبقى بشر طبيعي؟ لا يا عمي، استحاله يكون مهندسين بشر طبيعيين. ايوه يا فندم، المهندسين والله نفسهم يبقوا بشر طبيعيين.
نفسه يحط راسه على المخدة ينام، نفسه ما يفكرش ان في مصايب دايما مستنياه في المكان، نفسه يعيش حياة طبيعية. بس هو غصب عنه، هي دي حياته. حياته بتدور في صراعات لا نهائية من حسابات لا منطقية مع بشر غير طبيعيين بيعملوا مصايب دايما.